تغطية موجودة. الآن الهجوم السريع في محاولة لفريق الدفاع، تلعب كرة عرضية، فرصة والهدف. الهدف يأتي لفريق الدفاع، دفاع الحسن الجديدي. فريق الفارس يسجل بلمسة كانت حاسمة هذه المرة. يخترق الدفاع الرجاوي بنجاح. أيوب نناح يمنع فريق التقدم. اختراق ممتاز من أيوب نناح، يضع كرة في المرمى، مانح عن فريق الدفاع الأسبقية. الثالثة ثابتة أكيد من خلال محاولة ثالثة وصل من خلالها فريق الدفاع إلى مرمى الرجاء. تتغير النتيجة وفريق الدفاع الحسن الجديدي يصل إلى مرمى الرجاء بسهولة تامة. شوفوا الإعادة، تمريرة من حميد باتجاه انطلاقة أيوب نناح يمنع فريق التقدم. النتيجة الآن تتغير بهدف اللاعب أيوب نناح، يصل بسهولة تامة إلى مرمى منافسة. مشاكل بالجملة في دفاعات فريق الرجاء، يقبل هدف. الآن النتيجة تتغير. أيوب نناح يمنع فريق التقدم بواحد صفر. ليعود فريق الرجاء في الشوط الأول للمباراة ويدرك التعادل. كرة تلعب بشكل مقوس داخل منطقة التعادل، هو التعادل بفضل رأسية رائعة جدا على مستوى القائم الثاني. تمكن جواد اليميق من إدراك التعادل. جواد كرة طار لها واسكنها الشباك، صاحب طول قامة. يتمكن جواد من إدراك هدف العودة. فرحة الجمهور الرجاوي بهدف التعديل. فريق الرجاء يرجع للمباراة 1-1 من خلال كرة ثابتة. كرة تلعب على مستوى القائم الثاني وجواد يميق يفاجئ يحيى الفيلالي. كرة تفاجأ بها حارس مرمى فريق الدفاع. شوف الإعادة مرة أخرى، صعود كان ممتاز من اليميق اللي أسكن كرة داخل المرمى. 1-1 هدف مقابل هدف. الرجاء يرجع للمباراة بعد بداية صعبة، واجه مشاكل بالجملة في الدفاع. سجل فريق الدفاع الأسبقية ولكن الرجاء يرجع للمباراة. هدف مقابل هدف. اليميق يعيد المباراة لنقطة البداية. إلى الهجوم لفريق الدفاع، كرة ممتازة والثاني. الهدف الثاني في خدمة كبيرة، خدمة كبيرة كبيرة كبيرة. والهدف الثاني لفريق الدفاع. يلعب بالنار الرجاء من خلال دفاع متقدم، ما فيش عمق دفاعي. يضرب فريق الرجاء هذه المرة. الهدف يأتي عن طريق حميد أحداد إغالة أنس السنيتي. النتيجة تتغير في آخر لحظات الشوط الأول. مرة أخرى يضرب دفاع فريق الرجاء، ما فيش ليبرو، ما فيش مدافع يقوم بالعمق. خط الواحد سلاح ذو حدين ولكن لم ينجح الرجاء في تطبيق ذلك. مرة أخرى كرة في العمق، كرة عميقة تضرب الدفاع الرجاوي، وهذه المرة حميد أحداد يجد المنفذ للوصول لمرمى الرجاء. آخر لحظات الشوط الأول فريق الدفاع الحسن الجديدي يتمكن من العودة للتقدم الجديد. 2-1. شاكر عبد الرحيم في التنفيذ. شاكر يلعب كرة مقوسة، الكرة تبعد. حضراف كنترول من زكريا حضراف لاعب السابق لفريق الدفاع. والتعادل ياتي. يسجل الرجاء هدف عكسي من نيران صديقه. ياتي الحل، ياتي التعديل للرجاء. الرجاء يدرك التعادل. النتيجه 2-2. كره كانت من يجور استلم كره داخل المنطقه، مررها لتضرب مدافع فريق الدفاع الجديدي. النتيجة 2-2. هدفين 4 أهداف في هذه القمة. فريق الرجاء الكبير يرجع للمباراة من الباب الكبير، من الباب الواسع، من كرة يجور. أمامنا حضراف الإكس اللاعب السابق الجديدة، يلعب كرة عرضية، كنترول كرة لازالت في اللعبة، كرة لم تتجاوز الخط وخطأ كبير. حاول ابعاد محمد حمامي اللي دخل في الشوط الثاني اللي خدا مكان انور جيد. حاول ابعاد الكره، يخطئ خطا فادحه ويسجل هدف بالخطا في مرمى فريقه. مانحا الرجاء هديه غاليه، هديه العوده للمباراه. 2-2. 4 أهداف في يد القمة. أيمن كان في محله، بدر يلعب كرة وسط الميدان. الانطلاق لفريق الرجاء، إيقاع المباراة السريع في الشوط الثاني. هذا يجور ينطلق يجور. محسن يراوغ، محسن سدد، محسن رائع جدا من زاوية صعبة.
صعبة وضيقة جدا. محسن ياشور يذكرنا بانطلاقاته في الموندياليتو 2013، انطلاقة رائعة جدا، وياشور يسور شباك فريق الجديدة بالهدف الثالث. الرجاء يأكد قوة الشخصية، يأكد أنه الكبير يمرض ولا يموت. الرجاء رغم الغيابات المؤثرة، رغم الضائقة المالية والظروف الصعبة، ولكن الرجاء الفريق الكبير يكبر مع المباريات. أمامنا ياشور انطلق، ياشور مر، ياشور سدد، ياشور يسجل. محسن رائع جدا. الهدف الثالث للرجاء العالمي. الرجاء يتقدم 3 مقابرتين على حساب فريق الدفاع الجديدي. رائع جدا يا محسن السوبر، والرجاء السوبر، والرجاء يضرب الدفاع ويذكر فريق الجديدة أن كرة القدم اللي تضيع يخسر، الدفاع ضيع والرجاء ما يرحمش. 3-2، 5 أهداف في هذه القمة.